السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي من جديد. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده باذن الله تعالى. في هذا الفيديو غادي نقترح عليكم وصفه ديال الغداء او عشاء، ممكن تعملوها في الغداء كيف ممكن تعملوها في العشاء. خفيفه وسهله وكتوجد في دقائق معدوده، ما كتاخذش واحد الوقت كتير. نقدروا نرافقوها بارز، كيف ممكن بخضر مشكله، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم واللي كيعجبكم بطبيعه الحال. فغادي ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجو حبات ديال البصل اللي غادي نشحروها شي شويه في زيت الزيتون، ممكن تعملوا زيت العاديه زيت المائده يعني. غادي نزيدوا عليها هنايا من بعد ما تشحرنا حبات ديال البصل غادي نضيفوا لها الكفته. الكميه ديال الكفته كيبقى على حسب الكميه ديال افراد العائله اللي عندكم في الدار. غادي نزيدوا هنايا المعدنوس يابس، ممكن تعملوا طري. عملت شويه ديال المليحه، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفل الاحمر الحلو، وشويه ديال اليبزر. غادي نقلبوا يعني غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعض جيدا، وغادي نخليوها على جانب وندوزو على بركه الله باش نحضروا هاد الرولي ديال فهنايا من بعد ما الحشوه ديال الكفته وجدت خليتها على جانب تبرد. بالنسبه لباقي المكونات غادي نحتاج هنايا 3 ديال الحبات ديال البيض، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. عندي هنايا خليط ديال الابزار مشكل، نتوما ممكن تكتفيو غير بواحد النوع من الابزار. شويه ديال بودره الثوم، وكذلك عندي هنايا الجبن موتزاريلا، وعندي شويه ديال المعدنوس ناشف، وحبه ديال القرع الخضراء. قطعتها هكذا دوائر رقيقه. فانا استعمل هاد الصينيه الصغيره، عليها استعملت حبه واحده ديال القرع، واستعملت 3 ديال الحبات ديال البيض. نتوما الا كنتو غادي تعملوا صينيه كبيره هذيك ديال الفران ديال الضو الكبيره، فضعفوا المقادير، عملوا من 6 حتى 7 ديال الحبات ديال البيض على حسب الحجم ديال البيض. فهنايا خديت في اناء كيف كتشوفوا في واحد البول، غادي نطرب هاد البيض، غنزيد عليهم الملحه، شويه ديال بودره الثوم، شويه ديال المعدنوس ناشف، شويه ديال الابزار. كيف قلت لكم عندي هنايا خليط من ما بين الانواع ديال الابزار، وغادي نطربهم كاملين، وغادي نكب هذا الخليط ديال البيض فوق هاد القرع الخضراء اللي كيف قلت لكم قطعتها رقيقه. حاولوا ما امكن تقطعوها رقيقه باش هكذا دغيا طيب في الفران، ما تاخذش واحد الوقت كتير. ومهم جدا ان الصينيه تعملوا فيها ورق ديال الفرن كيف ما كتشوفوا معايا، ما كتاخذش واحد الوقت كتير. كنعملوها في الفران ما بين 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه. فعلى حساب الرقوقيه ديال القرعه كيفاش قطعتوها. الا قطعتوها رقيقه بزاف فدغيا غادي طيب، الا كانت شويش يعني ما رققتوش يدكم فغادي تاخذ واحد الوقت في الفران. كيف قلت لكم انا دات لي ما بين 10 حتى 15 دقيقه، وانتم على حساب القرعه اللي غادي تستعملوا والسمك ديالها. فكيف قلت لكم بعد ما كطيبنا هذيك الصينيه ديال القرعه، فكناخذ هنايا الجبن ديال الموتزاريلا او اي نوع ديال الجبن. كنعمل واحد الطبقه الاولى ديال الجبن، بعد كنزيد ديك الكميه ديال الكفته اللي عندي، وكنزيد طبقه اخرى ديال الجبن كيف ما كتشوفوا معايا وهي سخونه. هذيك القرعه اللي لتحت صافي. هنايا كنبدا الرولي ديالي بهذه الطريقه هذه، وكنستعين بديك الورق باش كيساعدني انني الرولي مزيان. فهو ساهل صراحه، يعني ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، غادي نعاود ناخذ هذا الورق ونوضعه في الصينيه، وكذلك هذا الرولي اللي عدناه مع بعض غادي نوضعو في الصينيه ونضيف له شويه ديال الجبن من الفوق كتزيين فقط، ونخليه في الفران غير يذوب هذاك الجبن اللي من فوق ومن اللي من داخل، لان جميع المكونات راهم طيبين. كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه فكيجي هذا الطبق هذا رائع ولذيذ وسهل، وفي نفس الوقت هكذا كنستافدوا من القرعه، لان بعض الوليدات ما كيبغيوش ياكلوا هكذا القرعه. ممكن اللي ما عندوش القرعه متوفره في الدار وبغى يوجد هذه الوصفه، ممكن تعملوا الباذنجان كذلك، تقطعوه رقائق هكذا شرائح رقيقه، وتستعملوه كذلك في هذا الرولي. كيجي غزال ولذيذ بزاف الصراحه، ما تشبعش منه. انا عملته غير صغير على حسب الافراد الاسره ديالي، وانتم بغيتوا كيف قلت لكم تعملوا صينيه كبر من هذه فضعفوا المكونات او المقادير كامله.
فهنايا بغيت نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا هاد الرولي كيفاش كيجي من الداخل. كيجي فتي ومعلك بالجبن، ما كيجيش ناشف نهائيا. كيف كتشوفوا معايا من الداخل. ممكن ترافقوه كيف قلت لكم بشنو ما بغيتو نتوما. كيجي غدا اللي هو خفيف ساهل هكذا، الا بقيتو حايرين شنو توجدوا، ولا العشاء وجبه ديال العشاء الصراحه كتجي خفيفه وسهله مهله. نتمنى ان شاء الله يا ربي هذه الوصفه تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاهل والاحباب الاصدقاء ديالكم باش الكل يستافد. وما تنساونيش كذلك باللايك والتعليق اللي كيدعمني ويشجعني باش نعطيكم المزيد والمزيد ان شاء الله. فبهذا نكون انتهينا من هذا الفيديو، خليتكم على خير والى فيديو مقبل باذن الله في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.